العريس دخل مع عروسته شقة الزوجية وطلب منها ان هم يصلوا ركعتين شكر لله. البنت كانت عبانة ولكن وافقت في الاخر. وهم بيصلوا الركعتين سمع صوت غريب في الشقة وكأنه صوت حيوان، وسمع صوت نفس بيقرب منه، نفس مخيف. اتضير بص لقى عروسته اتغيرت وشكلها اتغير، شكلها بقى عامل زي المسخ وصوتها رهيب، صوت راكل بس صوت وحش، وبيقول له انا بكرهك. الولد مصدقش نفسه، حاول يبعدها عنه لكن هي بتمد ايديها على رقبته. جري على الأوضة بتاعة النوم وقفل عليه. وفي اللحظة دي لقى الولد البنت اللي بتخبط على الباب بس بقوة غريبة، قوة قوية محدش يتخيل ان دي قوة بنت. فضل يخبط على الباب والولد ما لقاش في جيبه غير الموبايل. فتح الموبايل واتصل على والده وقال له الحقني يا والدي، انا هتقتل في البيت ده. والده كان قريب منه، جه يجري على الولد وقعد يخبط على باب الشقة. الولد عايز يفتح الباب بس خايف من العروسة، والاخر قال لي خلاص انا هفتح بسرعة يمكن ابويا يلحقني لو عملت لي حاجة. وجري على باب الشقة ما بصش عليها وفتح الشقة. ابوه دخل، ايه اللي حصل؟ قال له اللي جرى دوروا على البنت لقوها مغمى عليها في المطبخ، صحوها فوقوها يا بنتي في ايه؟ قالت ما اعرفش ايه اللي جرى، انا كنت بصلي ومش عارفه ايه اللي جرى بعد كده. الاب استغرب، هو مصدق ابنه وعارف ان كلام ابنه صحيح. راح متصل بابو البنت وبامها، تعالوا يقولوا لي ايه اللي بيجرى. قال له بنتنا سليمه عمرها ما اشتكت من اي حاجه، عمرها ما حصل لها كده وهي بتصلي. طب ايه اللي جرى النهارده؟ قالوا يمكن عين ولا حسد، ودي حاجات بتحصل في اي بيت. ابدأوا يا جماعة وصلوا على النبي وابدأوا ليلتكم خير إن شاء الله. مشي الأهل وبدأت الزوج والبنت والولد يبدأوا حياتهم، بس هو مصمم إن هو يصلي ركعتين شكر لله عشان حياتهم تتبارك. وأول ما بدأ يصلي رجع نفس الصوت ونفس النفس، والرعب اللي هو كان فيه اتكرر. والبنت بدأ حطت إيديها على رقبته هتخنقه للمرة التانية. هو يحاول يفلفص ما فيش فايدة، عارف سكته، جري على اوضته النوم قفل على نفسه تاني ومن زهقه وراح نايم للصبح. فتح باب الأوضة دور عليها لقاها نايمة على الأرض، صحاها وفوقها ونفس الحال برضه. قالت له أنا مش عارفة إيه اللي جرى، أنا مش فاكر إيه اللي حصل. اتصل بأهلها ونفس الحال، والأهل يا جماعة قالوا طب نشوف البنت حصل لها إيه. ما لقوش قدامهم غير إنهم يتصلوا بالمشايخ اللي تعرفهم اللي بيجرى، وكل مشيخ يجي يقرا قرآن عليها هي تقوم تصوت وتلطم وتعمل حاجات غريبة وأصوات غريبة. قالوا يمكن فيها مس ولا فيها حاجة. طب ايه الحل؟ في شيخ من المشايخ قال له يا ابني خدها وروحوا اعملوا عمره اذا كنت بتحبها وبقى عليها، هناك يمكن ربنا يكرمكم وترجعوا كويسين. الواد عجبته الفكره انه بيحب البنت وعايز يستمر معاها. قام راح واخدها وطلعوا على السعوديه وراحوا عملوا عمره هناك وانبسطوا ودخلوا. وكلم ابوه وقال له كل حاجه تمام واحنا سعداء جدا والبنت جميله جدا وكل حاجه تمام. خلصوا ورجعوا بلدهم. وبرضه الولد قال ان انا نبدا حياتنا بصلاه ركعتين ونبدا حياتنا بالبركه. العريس برضه صمم ان هو يصلي ركعتين عشان يبارك الجوازه، ونفس الحال كررت للمره الثالثه. بس المره دي البنت كانت حالتها اغرب من اي مره، لقاها جابت سكينه وعايزه تقتله بالسكينه. جري على الاوضه وكلم اهله وقال بقى خلاص انا مش نافع ان انا اعيش مع البنت دي. الاهل اتجمعوا واول ما شافوا البنت جرحت ابنها ببطنه قالوا نهايه الموضوع كده. وفعلا اتفقوا على الطلاق وكل واحد يروح في ناحيه. ابوه قال له بقول لكم حاجه، خدوا فلوس الحاجه اللي انتوا جبتوها وما تنزلوش حاجه وبلاش فضايح وتكسير الحاجه على السلم. وفعلا البنت خدت فلوسها اللي في القايمه وروحت. بعد ما مشيت فضلوا هو والبنت متواصلين مع بعض بالتليفونات، والاهل مستغربين انتوا بتحبوا بعض لسه بعد كل اللي جرالك؟ قال له انا بحبها وحاسس ان هي كويسه بس اللي بيجرى دوت حاجه فوق ارادتها. الاهل طب وايه الحل يا جماعه؟ الحل ان انتوا هتعيشوا بعض تاني هيبقى في خطر عليكم. اللي حصل ان هم قالوا طيب احنا بنبقى كويسين بره البيت يبقى الشقه دي هي اللي فيها المشكله. الولد فكر ان هم ياخدوا شقه تانية وينقلوا من المكان دوت اللي فيه شؤم او فيه حاجه غريبه. جابوا النجار عشان يفك العزال، وهو بيفك اوضه النوم كانت معاها صديقه ليها دايما انتيم ودايما معاها في كل لحظه في كل خطوه في حياتها. كانت واقفه مع النجار في حاجه غريبه وتترقبها لغايه ما فتح الدولاب. والنجار بيفتح الدولاب، البنت مدت ايديها شدت حاجه وحطتها في جيبها. النجار بلغ العريس والعريس بلغ العروسه. العروسه قالت لها في ايه؟ انت خدت ايه من الدولاب؟ قالت لها مفيش حاجه. راحت مد العروسه جيبها ايديها بجيب البنت وراحت مطلعه من جيبها حاجه غريبه، سحر. سحر كانت البنت صديقتها الانتيم حطاله لها في الدولاب في مكان ما تاخدش بالها منه، بس النجار لما فتح البنت عارفه مكانه وشدته. العروسه مستغربه، صديقتها الانتيم وحبيبتها العمر كله وهي اللي بتعمل فيها كده.
اتضح ان البنت اصلا بتحب الشاب اللي هي خدته من اخت صاحبتها، واستكترت ان هي تاخد انسان هي بتحبه، ففكرت ان هي تاذيها وانها ما تخليهاش سعيده معاه، وممكن ان هم يطلقوا، يبقى لها قدامها فرصه ان هي تتجوز الشاب اللي هي حبته. كانت مفاجاه بالنسبه للعروسه في صديقه عمرها وانتمتها اللي بتقول ان انا في كل مكان بنسيبش بعض. ناخد بالنا ان احنا ما نديش امان لحد، ونخلي بالنا ان مفيش صداقه في الايام دي. مش بقول لكم خونوا الناس، ولكن بقول لكم خليكم حريصين، اخباركم خلوها على قدكم، بلاش تدخلوا الغريب في كل حاجه في حياتكم، لان انتوا ما تعرفوش نظرته ليه شكلها ايه.